تحية طيبة يا مشاهدينا الكرام، وين ما تكونون نلتقيكم بلقاء خاص، تابعونا. فنانة خفيفة الظل مثل اسمها، وهي من مواليد برج القوس، التي تشكل العاطفة الزائدة إحدى أهم صفاتها. وبرغم حصولها على شهادة دبلوم التجارة، إلا أنها دخلت عالم الفن الذي أحبته منذ طفولتها. الفنانة نسمة بدأت العمل منذ العام 2007، وما تزال حتى الآن تواصل مشوارها الفني. أهلا وسهلا بيك يا مبدعة، يا محبوبة الجماهير. تسلمين. هلا وبيك مهاوي، شكرا لك. الله يخليك. ست نسمة، اليوم بداية حلقتنا راح تكون اليوم الجمهور عرفك باسم نسمة، لكن هو اسمك وفاء. نعم. ليش حبيتي انه يعني ما تحبين انه يكون اسمك وفاء؟ والله هو يعني نسمة اسم فني، بعد جلسة طويلة تم اختياري يعني الساحة الفنية. نعم. طبعا أشكر الأستاذ عامر العمري، هو اللي اختارني للفن، وكان عاجبه إنه يغير الاسم، يعني رغم حلاوة الاسم بس قال لي، لأن أنا كنت بدينة جدا، فقال خلي اختار اسم حلو خفيف الظل متناسق وياك. فقعدنا اختيارات عدة أسامي، فاجت اسم نسمة. قال اسم نسمة كلش حلو. نعم. يعني هو يمكن ظاهر بالخليج كان في وقتها، فقال لي يعني يجي كوميديان ولد يعني وياك. يعني انت حبيتي الاسم لو من خلال يعني هو اللي لا، من اختار خلال لك الاختيار. الاسم؟ فقال لي شنو رايك؟ انا وافقت، يعني راسا شفت اسم حلو ومتناسق وياي، فنسمة نسمة يعني. بس الجمهور اليوم هو عرفك نسمة لكن نسمة. مو وفاء. اي طبعا، لا انا حبيت اسم نسمة. نسمة جاب لي الحظ الحلو، جاب لي الجمهور اللي حسيت به كله يحب نسمة، واسم وفاء حلو. نعم. بس مو كل انسان شايل الوفاء. نعم. زين، ايش تعني لك نسمة؟ نسمة الحب، نسمة القلب الكبير، نسمة القلب الابيض، العطاء، الحنان. احس بي ام لكل الناس، يعني ام العراق كله. وفاء عفتي يعني ما كان لا، على وفاء بالك؟ وفاء هذا وفاء البلدي، وفاء العائلتي، وفاء الاسمي. وفاء يعني فد شيء حلو، اسم مميز. مثل ما قلت لك، يعني الوفاء اصبح شيء عمله كلش نادره، فاحب احتفظ به الروح يعني. نعم. طبعا هم مثل ما تعرفين جمهور تعود على اسم نسمة، لكن اليوم جمهورنا راح يعرف هو اسم وفاء. أي. يعني ماكو فرق بين الاثنين. لا ان شاء الله نعم. ماكو فرق. من خلال اعمالك الفنيه، نعم. كنتوا انت والفنان احسان دعدوش، طبعا تحياتنا له من خلال برنامج برستيج. للدكتور طبعا احسان دعدوش، استاذي وزميلي والروعه مالتي، واللي كنت اني اخذ كل النصائح اللي يعطيني اياها. نعم. نعم. كنتوا يعني ثنائي كامل، لكن نعم. الفتره تباعدتوا خلال هاي الايام، وما خلى انه كانت اعمالكم يعني دائما مرتبطين واحد بالثاني. شنو السبب اللي كان ابتعادكم عن الثاني؟ اولا احنا مثل ما قلت، احنا زملاء واصدقاء، واحنا صداقه عائليه تربطني بيهم. ابتعادي عن الفن وياه ما يخص بعلاقتي العائليه. مثلا هو عنده دور في مسلسل معين، انا ما كان عندي ذيك المساحه الكامله. يعني خلينا نقول الادوار اللي ما خلتكم مستمرين. اي طبعا اكيد. ولا كان عندي برنامج دق الجرس انا وياه، فد شيء كلش مميز، العالم كله حبته، المدارس، الطفل، وكنا نتمنى انه يستمر البرنامج، لكن توقف لفتره معينه قبل الكورونا، وصارت الكورونا، وان شاء الله يا ربي مستقبلا نعيد السنه الجديده ان شاء الله. لكن الجمهور اليوم حبك ويا احسان دعدوش كلش، واحنا كلش قريبين من بعضنا، يعني نفتهم واحد الثاني. نعم. لكن قلت لك الاعمال اللي هو اشتغل بيها ما كانت لي المساحه الكامله، بحيث حتى المخرج يقول لي نسمه ما معقوله انا اطلعك في مساحه صغيره، او ما كان لك الدور اللي يليق بيه. فابتعدنا شويه، ان شاء الله ماكو ابتعاد. ان شاء الله، ان شاء الله يا رب يتالق لك ولحضرة الدكتور احسان. اليوم اكو فنان تحبين تعملين وياه، ما هو الفنان دائما تكونين مرتاحه بادواره؟ والله هم كلهم حلوين بالنسبه لي، لكن يعني اكو شخصيه تكون مفضله؟ والله انا احب الكل، يعني احب الكل وما احب ازعل الكل، ولو هي ماكو يعني خلينا نقول احنا مثلا هذا عمل، هذا عمل.
الانسان اللي احب دائما عطاء وياه مثلا هو دكتور حسان، استاذي العملاق اياد راضي، نعم. استاذ محمد حسين عبد الرحيم، وكلهم حلوين، من قاسم السيد يعني جاسم شرف، طبعا ذول العمالقه هذول مالتي، كلهم ماجد يعني انت ياسين، اشتغلتي وياهم من كلهم خلال اشتغلت وياهم الادوار الحمد لله والشكر، المتنوعه. الف الحمد نعم. لله. تتابعين ممثله كوميديه كنتي دائما تأدين ادوارها، ولا يعني فقط انه دورك تأديه؟ لا طبعا هي المشاهده والمتابعه جدا مفيده للفنان، اللي خصوصا خلينا نقول احنا عليه خصوصا مبتدئ. اذا كانت ممثله تمثل الادوار الكوميديه. نعم. عربيه. خلي اقول لك على عراقيه، اني سايرت الله يرحمها، يعني فنانه العراق انا اعتبرها، النجمه امل طه الله يرحمها. نعم الله يرحمها. كنت احب ادوارها، وهي كوميديان واحسها يعني هي الروح مالت نسمه، وفعلا يعني بديت امشي الخطى مالتها والحمد لله وشكر نجحت، وحبني الجمهور لهذا الشيء. نعم. اما بالنسبه عربيا فاني جدا متعلقه بهي الشعيبي، احبها كفنانه واحبها كصديقه، تحيه خاصه لها يا ربي، وان شاء الله اكو عمل مشترك بيني وبينها ان شاء الله. ست نسمه، اليوم ادوارك هي فقط مخصصه بس كوميديه. نعم. لكن اليوم تقدرين تجيدين الادوار التراجيديه؟ طبعا الفنان هو متعدد المواهب، هو فنان يعني، سواء بس احنا مع الاسف مرات يجي نص شلون نقول احنا يسيطر عليك عفوا بالادوار. للمقاطعه. نعم. لكن ادوارك دائما تكون كوميديه، يعني حبني انت جمهور. تختاريها يعني؟ لا مو انا اللي اختارها، بدايتي الفنيه من شو الكاركتر كان مالتي فحبوه، لان كانت ست امل طه الله يرحمها كانت يعني بوعكتها صحيه، فحبوا انه مساحه ما تكون خاليه. ظهرت نسمه فحبوها بالادوار الكوميديه ككاركتر، وبسمه على وجهها دائما هي العطاء مالتها انه كوميدي طبعا. بس انا جدا احب الفنان اللي يكون متعدد المواهب مثلا، او مثلا ما يخلي نفسه بنطاق انه بس الكوميديا، لا انا احب الجاد واحب الدراما، واشتغلت اعمال دراما ونجحت بها الف الحمد لله يعني. نعم. اليوم انت حسب ما نعرف انه شكلك تغير. نعم. لكن اليوم ادوارك تختلف عن السابقه لو شلون يعني تكون ناجحه؟ لا بالعكس يعني تغيير الجسم او الشكل ما يخصه بالفن، ما يخصه بالفن، هو فنان يعني، هو فنان سواء قلت لك مثل ما جاد او تراجيدي او كوميدي، هذا ما يخصه، هي الروح الموهبه اللي داخله يعني، مو شرط انه يكون بدين او شرط انه يكون ضعيف او شرط يكون قصير. لكن لا. الجمهور اليوم شاف نسمه يعني انه حبها. تختلف عن يعني ناس حبت نسمه وهي كانت بدينه، يقولون احلى والطف ومشيتك. نعم. ناس تقول لا ما شاء الله بديتي يعني تخفين بعد العمليه اللي سويتيها والتغييرات اللي صارت على الوجه وعمليات، بعدني انا ما باديه نحت، راح ابدي نحت راح اصير بعد غير شكل. نعم. لا ان شاء الله. بعدين لا تنسين الصحه والعافيه، هذا اهم شيء يعني، انت متمرضين تمرضت بمرض السكر والضغط، هذا شيء ياثر علي وحتى على يعني مسيرتي الفنيه. نعم. فحبيت انه اختصر الطريق واسوي العمليه في سبيل ان شاء الله الصحه والعافيه. ست نسمه، طبعا بعد العمليه والتغيير اللي حصل مع حضرتك بالوقت الحالي، بنفس الوقت انه ادائك بالادوار الكوميديه تغيرت او بقت على حالها؟ الروح عمرها ما تتغير. نعم. والموهبه عمرها ما تتغير للاحسن للافضل. يعني خلينا نقول فرص العمل كانت قليله لو عكس بعد العمليه بعد يعني تنزيل الوزن؟ لا مستحيل، بالعكس. هذا العمليه فتحت لي افاق يعني كلش حلوه، نقول ابواب فتحت لي كانت مسدوده، يعني انه كانت مثلا نسمه انه بس بالكوميديا تشتغل ما تقدر، لان هي مثل بدينه وسمينه وما اعرف شو، بينما بالعكس هسه اقدر انا ادي لك ادوار المسرح حلوه، ادوار الجاده، ادوار يعني ادخل الجاد يعني. نعم. اي ست نسمه، شاركتي بعده اعمال فنيه عربيه. نعم. شو تشوفين اكو فرق بين النموذجين العراقي والعربي؟ مع الاسف اكو فرق هوايه. فرق هوايه اولا بالتعامل، الفنان انا ما احب احد يزعل علي، لا من المنتجين ولا من المخرجين ولا شركات الانتاج ولا من الزملاء. نعم. انت من اليوم تشتغل عمل عربي راح تشوف اكو فرق السما والقاع، بينما انت من تشتغل عملك العراقي يعني خلينا نقول الامكانيه مثلا، كامكانيه كتعامل كاحترام كنص، من مثلا نص يجيبوا لك اياه يمك كامل تقرا، تعطي الموافقه ما تعطي الموافقه، فشي حلو تحسسك انه انت الفنان له قيمه. بينما انت مثلا تشتغلين الاعمال العراقيه لا مثلا يعني اولا كاجور، خلينا نحكيها واقع احنا اني والكل يعلم بها. نعم. كاجور مو الاجور اللي ببالنا. نعم. زين. النص يعني
اي نص تقدرين تشتغلي. يعني الفنان العراقي انه مجبور يشتغل، مو انه تعال تقرا النص تعجبك هاي الشخصيه او ما تعجبك هاي الشخصيه، هاي المساحه او مو هاي المساحه، لا ماكو شيء. نعم. ما عندنا شيء. بينما عربيا لا، غير شكل. يعني اكو فرق، خلينا نقول بين الاثنين. فرق شاسع. طبعا اليوم احنا لدينا راسم الجميلي وامل طه رحمهم الله، كانوا مثالين للنجاح. يعني يمكن انه حضرتك تعيدين تكرار التجربه مره ثانيه؟ اتمنى، لان هم فد شيء ما راح اقول ليش ما يتكرر، لا ان شاء الله يا رب يتكرر ويمشي نفس المنوال مالتهم. كانوا انا اعتبر دويتو يجننون، ماكو مثلهم. يعني القفشه مالته، حتى المعاركات بيناتهم المدري شو، شوفي فد شيء يعني على طبيعته. يعني ماكو مثلا تصنع. الفنان شلون ينجح؟ انا في رايي الفنان من ينجح بدون تصنع، ورقه بيضاء، انه ما اقعد نعم وكانما وليس ما احبه. اللي على قلبي انا اقوله. فنانه نسمه ليش نجحت؟ نجحت ليش؟ حبتها العالم، حبها البيت العراقي، حبها الفنان. حتى العربيين من يقولوا لي، انا عندي اصدقاء هوايه من السعوديه، من الكويت، من الامارات، يقولوا لي نسمه حبيناك على فطاريتك، حبيناك ما عندك تلكؤ، حبيناك انت يعني هي هاي نسمه يعني اللي بالبيت تمثلين ادوارك كعفويه، كانما يعني النسمه اللي بالبيت، اللي بالشارع ويا الصديق بالتلفزيون هي هاي، ما عندها شيء ثاني. نعم. طبعا احنا نروح فاصل ونرجع ان شاء الله. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا لكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بعد الفاصل ويا الفنانه المحبوبه المتالقه طبعا الفنانه نسمه. اهلا وسهلا بك ست نسمه. ست نسمه، كل انسان يمر بظروف، لكن اليوم الفنانه نسمه مرت بظروف صعبه، ولكن بعد فتره انه وقفت على حيلها. اليوم منو كان الداعم الرئيسي وشنو هاي الظروف اللي حضرتك مريتي بيها لكن ما شاء الله يعني قدرتي انه تعدين هاي المرحله؟ اصعب مرحله مريت بها بحياتي هي استشهاد اخوي. الله يرحمه. اولا لان كانت فتره كورونا، تعرفين هو كان بالمانيا، رجع من المانيا انه دا يتزوج انسانه حبها وبيناتهم الحب والوفاء. نعم. فرجع، من رجع شاف قال انا بعد ما ارجع لالمانيا. حاولنا نرجع ما قدرنا يعني ما قبل. يعني هو كان ما يريد يرجع؟ قال لا ما ارجع. يعني شفت انا الوضعيه مالتكم وانا جدا متعلقه به جدا، يعني انا ام له. فراسا قال انا ارجع، لان هو كان منتسب، قال ارجع الدائر. نعم. راسا طلع الاسم مالته، يعني ورا 5 سنوات ربك مني كل شيء بقدره. ايوه نعم. فرجع زوجته فتره نزوله، يعني ما ماخذ الاجازه مالت العرس. تخيلي ما ماخذ اجازه العرس، زوجته نزوله حتى ما كان يعني نقدر انه نعزم الناس. تعرفين كورونا وصعبه، فتره الكورونا. فمجرد 6 ايام زواجه رجع الوحده مالته، اتصل بي ساعه بال10:30، قال عندنا هيك فد كمين بسيط يعني، واني راح. يعني زواجه الله يرحمه كان فتره قليله، فتره كلش قليله، 6 ايام. بال11:30 هو مستشفى. فتخيلي الناس يعني حتى الهدايا مالت العرس بعدها ما جايبيها. تخيلي حبيب قلبك وعمرك 30 سنه تتعبين عليه، وتجي ناس فيران تاخذه من عندك. بس الحمد لله والشكر راح رب كريم احسن من كل البشريه. لا يعني الحمد لله والشكر. اني اجتازيت هاي المرحله الف الحمد لله، لان هو شيء ما ينسي. يعني كل من يقول لك الابن او الاخ ينسي، واللي لا هذا الشيء مستحيل. يبقى حبه بقلبي، بس الحمد لله هو ما يحبني اني وضعيفه، يحبني اني قويه، وكان هو سندي والحمد لله والشكر. الناس الطيبه اللي مثلك واصدقائي واهلي واخويا سندي الكبير واولاد اخويا هم اللي وقفوا وياي، واجتازيت هاي المرحله. لازم اكمل، لازم اخليه فرحان هو. نعم. بالحياه الثانيه، والحمد لله والشكر احنا لله. من متعلمين انه نشوف دمعه نسمه اليوم، لكن احنا متعلمين دائما نشوف ابتسامتها الحمد لله. وضحكتها وقلبها الطيب. الحمد لله. ان شاء الله يا رب تكون هاي اخر الاحزان. الله يخليك. نتمنى لك يا رب السعاده وان شاء الله الصبر والسلوان لحضرتك. اليوم جمهور يحب يشاهد نسمه من خلال ادوارها الكوميديه. نعم. حدثينا اليوم عن لقبك
كان هو جهودك بأنك تمثلين الفنانة خليفة للراحلة أمل طه. نعم. نعم. أكو مقارنة بيناتكم أو تقدرين أنه تتحملين مسؤولية هذا الدور العظيم؟ طبعا انا يمكن قبل شويه حكيت لك، قلت لك يمكن انه نجمه، اعتبرها نجمه العراق، نجمه عربيه، لان هي مشتركه. حتى من رحت اني للكويت ذكروا لي اسمها وشو جايه ومشاركه. ايش وقت التقيتي بها حضرتك؟ انا ما التقيت بها مع الاسف طبعا الشديد. نعم. بس انا كنت كلش احبها، جدا احبها يعني. انا اسفه طبعا. لا عادي ماكو مشكله. الدور اللي سلمني اياه الناس او الشعب، هذا فالدور انا اعتبره كلش كبير يعني. حمل ثقيل لازم انا اكون قده، والحمد لله والشكر يمكن الناس هسه كلها تسمعني او يشاهدوني. مشيت انا بخطاها. ادواري موزونه، ادواري حلوه، حبها الطفل، حبتها ام البيت، حبها البيت العراقي. وان شاء الله اكون يعني قد هالمسؤوليه ان شاء الله. حبني الشارع العراقي بدور جدا كنت احبه، هي اللي ام حساني، بحيث هسه من افوت على السيطرات على اي مكان ام حساني. فجدا كانت شخصيه كلش حلوه. نعم. تحياتي للاستاذ قاسم الملاك، تحياتنا استاذ محمد حسين عبد الرحيم، وكل الموجودين اللي كانوا وياي. نعم. حبك لعائلتك كان ياثر على عملك ام كان دافع يعني قوي لنجاح نسمه؟ انا حياتي كلها لهم، يعني كل حياتي الاولاد اخويا. نعم. ربيتهم وتعبت عليهم وزوجتهم واولادهم هسه عندي، فهم هاي عائلتي ومملكتي. طبعا هم يشجعوني، بس مرات من يشوفوني انا تعبانه يقولوا لي ماما يعني ليش مو كافي، يعني خلاص يعني قدمتي دور حلو، هذا ليش ما يعني بنفس الوقت انه يعني يريدوش تبتعدون عن الفن؟ من يحسون بي انا تعبانه، من يحسون بي انقهر او فد، يقولوا لي خلاص، خصوصا الازمه اللي مريت بها، طلعي سافري. قلت لهم ماكو شيء يعني، حتى لو تطلع وتسافر ما تروح. قلت لهم الفن سرب دمي بعد، ما اقدر يعني اني انجن اذا مثلا ما اقدم مسرحيه او ما اشتغل او ما اطلع مثلا فد اعلان، ما اقدر. احس الناس تدور وين يعني، خصوصا هاي السنه انا يعني قدمت. انت تفتقدين الجمهور؟ طبعا اكيد احبهم لان هم يحبوني. نعم. الدور اللي تتمنيه دائما، اللي تتمناه خلينا نقول الممثله العراقيه، يعني دائما خلينا نقول نسمه، نعم. شنو الدور اللي حضرتك تحبيه؟ طبعا الادوار اللي اشتغلتها كلها حلوه الحمد لله والشكر، وانا فرحانه بها. بس اكو ادوار متميزه جدا اتمنى، وما حصل لي نصيب لحد هسه، اتمنى يكون لي دور. شنو الدور اللي دائما تحلمين به؟ يا اما انه مجنونه، يا اما عندي الزهايمر. نعم. بس هذا دور صعب يعني. صعب مو قليل. والدراما مالتنا ما قاعد تكتب هيك شغلات، يعني كتابنا ما يكتبون هيك شغلات. امنيتي اني لان انا اصور مرات يعني اقعد انا ويا نفسي بالبيت اصور مثلا انا شلون مثلا مجنونه، شلون راح اتعامل، شلون اخذ الزاويه، شلون اخاف، يعني مثلا اسوي نفسي بمستشفى، او مثلا اباوع على الفيلم اللي مال عادل امام وسعيد صالح الله يرحمه من صار بالزهايمر، شلون اشتغل، بحيث عادل امام ترى بكى صحيح، يعني بكى من دخله هو المستشفى وهو يمثل، وشاف شلون كان يعني صحيح، كانت صحيح، الدموع مالته كانت حقيقيه. نعم. يعني كل انسان يتصور بوضعه شلون يصير بالنهايه مثلا. طبعا. يعني يقول يا ربي انه لا توصلنا هالمراحل، بس امنيتي انه انا اشتغل انه دور المجنونه، يعني او الفاقده يعني ذاكرتها، امنيتي هاي من الحياه. زين، جربتي بحياتك انه مثلا تكونين مثلا مستعده لهذا الدور؟ قلت لك اني مرات انا ببيتي او بغرفتي اصور شلون الاشياء اللي اسويها، لكن لحد الان ما اديتي؟ لا لحد هسه لا. زين. طبعا هو دور صعب، اكيد دور صعب، اللي انت حضرتي تتمنيه يكون. شلون انت تقدرين يعني شلون اقول، مثلا شوف الفنان العربي يروح يتعايش ويا الشخصيه اللي يعطوه اياه شهر شهرين الى ان ياخذها يقتبسها يجي يمثلها. من تحسين انت هسه من تبعين المسلسل العربي مثلا مصريه، تبعيها تقولي مستحيل، تبكين انت كفنانه. انا فنانه ابكي على المسلسلات المصريه، اقول هذا مستحيل يمثل. نعم. فاحنا نريد، انا اتمنى انه اروح اتعايش ويا هاي الشخصيه، ابقى شهر ابقى شهرين في مستشفى، في مصح، في اي شيء ماكو. تشوفين هذا الدور بشخصيه من الفنانين او فنانه تكون او فنان، يعني انه تستمدين القوه او تستمدين الحاله اللي هو بيها؟ لا
بس وكأنما أنا رسمتها نفسي. انا رسمتها، انا شفت هوايه، شفت يعني يعني مسلسلات مصريه ماخذين هاي الادوار، بس اني لا، انا حاسه اني راح اسويها بغير شكل. الدور اللي انت حاليا يعني لحد الان ما اديتي، لا. يعني برايك اي فنان كان دوره يعني متقن او مميز بهاي الشخصيه؟ ماكو لحد الان ما شفتي يعني؟ يعني خلينا نقول راح تبدين انه بدور حقيقي ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا زين. رب. اليوم حدثينا عن الوسط الفني، شلون اليوم تشوفين الوسط الفني؟ يعني يختلف عن الاعوام السابقه؟ طبعا انت راح نجيبها احنا من عمالقه الفن ايام السبعينات والثمانينات، الله يرحم اللي راحوا والله يخلي ان شاء الله الباقين يا ربي. احنا نستمد قدراتنا ومواهبنا من عندهم. من عمالقه الشاشه العراقيه، سواء انه فنانين او فنانات. بدا الوسط الفني نقول ان شاء الله احنا عنده صحوه بالممثلين الجدد، خصوصا هاي السنه الاعمال مالتهم كانت اعمال حلوه واعمال هادفه. صح الشارع حكى انه هذه الاعمال مقتبسه، ما مقتبسه من مسلسلات مصريه او غير شيء. نعم صح نقول احنا مقتبسه، بس اخذ الانسان اللي ادى الدور بالطبع، وعلى كيفكم وياهم، لان الفن باية يعني نسمة من جدتي اول مرحلتها، مثل ما هسه لا احنا لازم نشجعهم، خصوصا هسه الشابات والشباب لازم نعطيهم يعني مساحه، مثل ما اعطوني اني مساحه، لازم الواحد يعطيهم مساحه يشجعهم. يعني خلينا نقول تكملين مشوارك للاجيال اللي تجي من بعد نسمه. اتمنى هسه اني يطلعون ناس مثل نسمه، مثل امل طه، اني يعني استغفر الله اقول اني حتى يكملون، لان هي الدنيا مسيره، واحد يسلمها لك رساله. خصوصا الفن لازم يكون طبعاً. يعني شخصيه مبدعه يحبها الجمهور، محترمه، مساحه حلوه، الناس خليها تفتخر بيك، عائلتك تفتخر بيك. انا بدايه دخولي لعالم الفن كثير من العشيره مالتي قاطعتني، يعني عندي خوال، عندي عمام لا ما يقبلون لي. شنو السبب؟ تعرفين بعد احنا مجتمع شرقي وخصوصا العراقيين، انه ما عندهم بنيه تقعد تمثل ما اعرف شنو، تبقى مثلا الليل عندها مثلا اوردر لثاني يوم، فشي صعب تطلع بالتلفزيون هاي بنت فلان، لا. لكن شويه شويه بدأوا يشوفون نسمه ادوارها حلوه، الناس حبها، ما عدا شيء مبتذل، احترمت نفسي، احترمت عائلتي، احترمت عائلتي وعشيرتي وبلدي، بحيث اني اجتني فرصه للكويت قلت لهم ارسلوا لي النص، ارسلوا لي النص اقرا اي اساءه بي الشخصيتي والبلدي مستحيل اقبل بي، والحمد لله بالعكس دزوا لي نص محترم وكلش حلو، بديت رحت سويت المسرحيه وكل كانوا فرحانين وانا مفتخره بنفسي. فاتمنى حبوا بالدور اللي كانوا هو ممتنعين عن لا بالعكس كان كلش حلو، وعائلتي بدت عشيرتي بدت بالعكس شوي هي اللي هسه تجي ها حبيبتي شو ما جيت هنا، الحمد لله والشكر. هي هاي الادب، الاخلاق، الشيء اللي انت تختاريه راح يخليهم غصبا عليهم يحبوك ويحترموك. نعم. طبعا هو اليوم حوارنا ممتع ويا حضرتك واستمتعنا بوجودك اليوم في برنامجنا برستيج، لكن اليوم نحب توجهين رساله للجمهور اللي دائما يتابع نسمه، شنو الرساله اللي حضرتك تحبين اليوم يسمعوها من خلال البرنامج؟ رسالتي جمهوري اقول لهم يا جمهور يا حلوين يا حبابين، اكو مرات اني انزل صور يعني قليله صح، اني صحيح يعني يمكن التواصل الاجتماعي يقولوا لي ليش ما تواصلين؟ يعني تعرفين انت هسه الاعلانات وما اعلانات كلها على التواصل الاجتماعي، انه ايش قد عندك متابعين. نعم. المتابع ترى مو شرط هذا تكون كليته حقيقه، راح اقول لك المتابع انت اللي تحبني، الشارع، البيت، الناس، الفنان من يطلع للشارع ويشوف الناس الدائر مداره انا اعتبره هذا متابعين. انا مال انه والله ايش قد متابعين عندي على الانستا او على السناب، هذا انا مو رقمي انت حبيبي، انت حبيبتي، الطفل حبيبي، هذا اللي اعتبره. كل الشكر لكم والتقدير لكم، لان نجاحي من عندكم انتم. شكرا لك الى الحلوين المصورين. شكرا لحضرتك. الله يخليك. اليوم كان حوارنا ممتع ويا حضرتك. الله يخليك. ونتمنى لك الابداع والتالق في كل اعمالك الفنيه. شكرا. ويكون ان شاء الله دائما طريقك للفن افضل وافضل ان شاء الله. شكرا جزيلا. تقبلوا كل التحيات. انا مني مها الصافي، في امان الله وحفظه.